الذي نعيش فيه، كل ذلك بفضل الحب. وكما قلت لكم في لقاءات سابقة، ما رأيت شيئا يصنع الرجال كالحب. فإذا استنار قلب عبد بمحبة الله ومحبة رسوله أشرق خيرا وعطاء ونورا وهدى. وهذا المنهج منذ سيد الأولين والآخرين وإلى يوم اللقاء الأكبر مع رب العالمين. من أخذ منه أخذ بحظ وافر، ومن سار على طريقه وصل إلى شاطئ الخير والهدى والأمان. فإذا كان العلم هو الغاية التي خلق من أجلها الإنسان وبه يتوصل إلى معرفة الرحمن، فإن العلم يورث خشية، والخشية حال تظهر أول ما تظهر في الرجال حبا يشمل الجميع، وخلقا يقتدي به صاحبه بصاحب الخلق الحسن الذي وصفه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم. فالعلم لا بد إلا وأن يورث أثرا، وأثر ذلك العلم حب وخلق يتجليان في نفس صاحبهما حتى يغدو ذلك الإنسان ربانيا كالشمس يفيض في إشعاعه دفئا وحنانا وعطاء وخيرا، وإذا بالناس كل الناس على اختلاف اتجاهاتهم، على اختلاف انتماءاتهم، على اختلاف آرائهم، على تفاوت مداركهم، هم في هذه الأعتاب، أعتاب الخلق الحسن والمحبة الصافية، بها ينعمون ومنها يردون وبها يتحركون، فإذا بهم بعد ذلك إخوانا على سرر متقابلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. أيها الإخوة الأحبة، لم يكن القصد من اللقاء أن نسترجع الماضي، فالماضي هو أس الحاضر، ومن لا ماضي له لا حاضر له. وهذا الماضي مهما أردنا أن نفرعه فإنه سيصب في بوتقة العبودية الخالصة لله، مهتديا ومقتديا بسيد السادات سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، من أجل أن يستشعر الإنسان بالرحمة، وأن يحقق الرحمة، وأن يحمل لواء الرحمة، فبذلك يكون الإنسان على طريق الخير، يحمل الرسالة ويؤدي الأمانة التي أراد الله تبارك وتعالى للبشرية أن تستظل ظلها وأن تتفيأ حماها من أجل أن تحقق السعادة للفرد والجماعة والمجتمع. لم يكن الهدف من هذا اللقاء وأمثاله أن نستجر الماضي، إنما نريد أن نربط الحاضر بالماضي. فالناس اليوم يعيشون حالة عصيبة، وأول هذه الحالات تجليا هي شتات في قلوبهم وتمسك في صفوفهم
السلوك الحي نستقيه من أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويتجسد ذلك في صاحب الخلق العظيم، ثم يحمله بعد ذلك وراث النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إننا نريد من ذلك يا شباب الإسلام أن نبعث صورة القدوة والمثل، وأن ندرك عوامل هذه القدوة التي من أجلها كانوا وبها قدموا ومن أجلها خلدوا. ما هي هذه الأسوة؟ ما هي هذه الأسوة وما هو هذا المثل؟ إنه الاتباع، إنه المحبة، إنه الخلق العظيم. بهذا الخلق العظيم يستطيع الناس أن يتراحموا، كما استمعتم قبل قليل إلى أن الشعار الذي تميز به سيدي الوالد طيب الله ثراه أنه كان يقول صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك. أذكر في حديث له وفي جامع الأنصار حيث كان الأخ الدكتور الشيخ محمود هو الذي يقدم الحفل، فقام إليه الوالد وقال: يا محمود، قل للناس كلمة الشيخ محمد الشامي، لا تطري، لا تتكلم كلمة إضافية، لكن القلب الذي أحب وصدق في محبته لا بد إلا وأن يعبر. فما كان من الأخ الشيخ محمود وأراد أن يختصر وأن يلملم إلا وأن وقف وخاطب الناس بعد أن أفاض من نفحات قلبه على لسانه. قال: هذا الرجل الذي صح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. وإذا برجل من الحاضرين يقول: صدقت والله، ويقوم الوالد ويقفز الميكروفون دون أن يكمل الدكتور محمود الحديث ويبتدئ، ثم يتكلم ويقول: إن دعوة الأنبياء ودعوة المرسلين جاءت من أجل شيء أساسي. ما هو هذا الشيء الأساسي؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وشعب الأخلاق كثيرة. إماطة الأذى عن الطريق خلق، ابتسامك في وجه أخيك خلق. قال بعد ذلك: وقمة شعب الأخلاق ثلاث: أن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تحسن إلى من أساء إليك. فإذا ما فعلنا ذلك عادت المحبة والرحمة، وحصلت الإلفة والصلة، وإذا بالناس على مائدة المحبة مجتمعون يعطف غنيهم على فقيرهم، وعالمهم على جاهلهم، وكبيرهم على صغيرهم، وصغيرهم يجيل كبيرهم، وكلهم يعرفون لعالمهم حقا. بهذا الإنصاف تتكون الأمة وتنصهر في منطقة العبودية الخالصة لله. من أجل هذا تكون هذه اللقاءات لندرك أن هذا المنهج الإلهي لم يكن مجرد نظرية بعيدة عن التطبيق. لعل قائل يقول: هذا عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وها هم ساداتنا من الأئمة رضوان الله عليهم ملأوا طباق الأرض أمثلة رائعة. فإذا الجواب يقول: أين نحن من أولئك؟ هذا القرن العشرين، هذا الزمن الذي يتقلب فيه الإنسان بين عشية وضحاها
إن الهدف من خلال ذلك يا شباب هو أن تستعيد الأمة الرابطة ما بين اللحظة والأمس، فإذا فعلت واتحدت وتمنهجت ضمن هذا المنهج الصادق الواضح استطاعت أن تشق طريقها نحو غد مشرق. فإن الزمان كان قد استدار، وإن الأمر كما تعلمون يصبح فيه الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وأصبحت المصلحة تطغى على القيمة، تطغى على المبدأ. من أجل هذا نريد أن نركز سيرة هؤلاء العظماء، نريد لشبابنا للعلم